تحالف المقاولين المصريين ده باختصار شديد عبارة عن عديد من شركات المقاولات المنضمة لتحالف المقاولين المصريين المنتشر على مستوى جمهورية مصر العربية. بمعنى ان احنا بنضم اعضاء داخل تحالف المقاولين المصريين، وده بيتم بالتنسيق مع عديد من الشركات المنضمة داخل التحالف. بناخد منه صورة البطاقة الشخصية، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، وأربع صور شخصيتين، وبيملى الاستمارة المجانية ويبقى عضو في تحالف المقاولين المصريين. الفكرة جت يعني من 15/7 بالظبط، وكنا عبارة عن حوالي 8 شركات. لا حضرتك تنحى مبارك دي هي ده احنا لما عرضنا مشروع ل 2 مليون وحدة سكنية على مستوى جمهورية مصر العربية، ده كان مع الإعلام الكبير خير رمضان، ده كان سنة 2011. اما عملنا مشروع اعلنا عن المشروع ل 2 مليون وحده سكنيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وده هي يمكن حاليا اللي بتنفذه وزاره الاسكان. والله يعني احنا عايزين نقول في تحالف المقاولين المصريين احنا لينا دور وطني. اي نعم هو يكاد يكون في البدايه انه دور وطني، ولكن اي نعم في هامش ربح ولكن هامش ربح بسيط. العديد من الشركات المنضمه لتحالف المقاولين المصريين، كل صاحب شركه عنده عديد من المواقع. اي نعم هو موجود على ارض الواقع بالفعل، وله ادواته، بيبني وحدات سكنيه وبيبيعها بالتقسيط المريح للعملاء اللي بياخدوا منه وحدات سكنيه. لما عملنا التحالف ده كان هدفنا حل مشكله الاسكان في مصر والوطن العربي. كان هدفنا تشغيل 50 مليون مواطن عربي يودعون زي ما قلت لحضرتك شبح البطاله المخيم على الوطن العربي اجمعه. تحالف يعني المواليد زي ما قلت لحضرتك مولود جديد ما يقرب من 3 شهور. يمكن اول بدايه بداناها ان احنا نعلن 50,000 فرصه عمل من شباب الخريجين كليات الهندسه والمعاهد المختلفه والدبلومات الفنيه والمهن الحرفيه. شيء جميل لما التحالف يكون موجود لسه يمكن تحت التاسيس قبل صدور قرار ليه يعرض 50,000 فرصه عمل. بالفعل احنا تم تعيين عديد من طلبه حديث التخرج في تحالف المقاولين المصريين، وكذلك الحرفيين النجار والحداد والسباك يعني المهن الحرفيه اللي بيشملها قطاع المعمار بشكل كبير. احنا اعتقد ان احنا عندنا مؤتمر يوم 20/10 في نقابه الصحفيين، وده هيضم نخبه من دكاتره الاقتصاد في مصر والوطن العربي. عندنا عديد من الدول العربيه المشاركه معنا في المؤتمر اللي هيبقى يوم 20/10 في نقابه الصحفيين، زي مثلا شركات استثماريه في السعوديه، الاردن، عمان، الكويت. ويمكن احنا بنعلنها اهو، احنا لو توفر لنا ادوات فعلا احنا ممكن نطلق مبادره عالم وطني بدون عالم عربي بدون ازمه اسكان. طبعا في شركات مصريه، احنا وصلنا ما يقرب من حوالي 500 شركه مصريه على مستوى 27 محافظه. يمكن تكون اشهرها شركه الخليجيه، شركه يمكن اسمها حاليا ما يحضرنيش يعني. احنا فاتحين الباب لكل الشركات الاستثماريه في مصر والوطن العربي، اللي عايز ينضم الينا بنرحب بيه، بيملى الاستماره المجانيه واكرر الاستماره المجانيه. احنا عضويه التحالف عضويه مجانيه ما بناخدش اي مقابل ليها، بيجيب بس السجل التجاري، البطاقه الضريبيه، 4 صور شخصيه من الاستماره المجانيه، ويصبح عضو في تحالف المقاولين المصريين. هدفه حل مشكله الاسكان و تشغيل عديد من البطاله المنتشره حاليا في مصر والوطن العربي. طبعا متوقع ان بنطالب الدوله بتخصيص مساحات اراضي بسعر 200 جنيه بالقسط زي ما بتدي للمستثمرين. طبعا متوقع ان احنا بنطالب الدوله الحكومه المصريه بسعر المتر 200 جنيه وبالتقسيط على 10 سنين بمعدل 10%. وده مش غريب على شعب مصر، ان هي بتدي برضه الحكومه المصريه بتدي عديد من الشركات الاستثماريه مساحات من الاراضي بالسعر ده هو، ويمكن يكاد يكون اقل من كده. ولكن المساحات اللي هتبقى موجوده عند تخصيص ارض من الدوله او الحكومه المصريه بتبقى اغلبيتها في المدن الجديده في كل محافظات مصر، ال 27 محافظه. كله مقترب على الظهير الصحراوي. احنا عندنا ظهير صحراوي، احنا عايشين على 7% من مساحه ارض مصر. عندنا عجز في الوحدات ما يقرب من حوالي نص مليون وحده سكنيه. عندنا 1700 مدينه عشوائيه. عندنا 2 مليون مواطن مصري يسكنون الان في المقابر. كله مقترب على الظهير الصحراوي. احنا عندنا ظهير صحراء، احنا عايشين على 7% من مساحه ارض مصر. عندنا عجز في الوحدات ما يقرب من حوالي نص مليون وحده سكنيه. عندنا 1700 مدينه عشوائيه. عندنا 2 مليون مواطن مصري يسكنون الان في المقابر. وحضرتك يعني كلنا لامسين الظروف دي هي. يعني الشغل كله في المدن الجديده بس؟ طبعا لانه هيبقى تخصيص من الحكومه، وليس احنا مالناش علاقه بالتخصيص. اللي هتخصصوه لنا الحكومه احنا هنشتغل عليه. ملوش تكنيشن في العشوائيات مثلا؟ يمكن موضوع العشوائيات ده ليه شق ثاني، احنا ده ممكن يعني نوضحه في المؤتمر ان شاء الله اللي هو يوم 20/10 في نقابه الصحفيين.
الوحدات اللي متاحه للدفع المتوسط ده؟ والله يمكن الوحدات احنا عارضين 63 متر و85 متر و100 متر و140 متر، ده اللي عارضينه في شعب مصر هنا على الارض المصريه. 63 متر احنا بنعرضها ب 44,000 جنيه بمقدم 10,400 جنيه قسط شهري. ال 85 متر بنعرضها ب 59,000 جنيه مقدم 15,500 جنيه قسط شهري. عايز اقول الوحده السكنيه لكل مواطن يحمل بطاقه مكتوب عليها جمهوريه مصر العربيه. وعايز بس اضيف نقطه ثانيه، احنا يمكن محددين حته السعر دي هي ان المواطن يمكن سنه ما يتراوحش من 21 ل 55 سنه عشان بس نضمن عمليه التقسيط، لان انا بكرر احنا ما عندناش بنوك حضن الموضوع، احنا راسماليين اصحاب شركات استثماريه بنبيع الوحده بالتقسيط مباشر من الشركه للعميل مباشره، واحنا ما عندناش كمان مانع ان يكون اشراف كامل من الدوله. متاحه للموظفين بس؟ لكل طبقات الشعب، لكل من يحمل بطاقه مكتوب عليها جمهوريه مصر العربيه. اعتقد احنا بعتنا عديد من الفاكسات للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء، ونحن وانا ومع عديد من الشركات الاستثماريه ننتظر الضوء الاخضر من السيد رئيس الجمهوريه وجميع شركات المقاولين المنضمه لتحالف المقاولين المصريين هي على قدم وساق لتفعيل المبادره فورا على ارض الواقع. خطه زمنيه مثلا مرحله من كام سنه؟ يعني احنا عارضين بالظبط، احنا عندنا عجز في الوحدات السكنيه ما يقرب من حوالي 8 مليون وحده سكنيه على مستوى 28 محافظه او 27 محافظه. بحلول عام 2030 نكون ممكن نحتاج حوالي 8 مليون وحده سكنيه، ده بحلول لعام 2030. الخطه الزمنيه اللي احنا ممكن نشتغل عليها ان مليون وحده سكنيه يتم تنفيذها على ارض الواقع في 12 شهر على 27 محافظه بواقع 35,000 وحده على كل محافظه، وممكن كل سنه نبني نص مليون وحده سكنيه. يبقى كده انا جمعت ما يقرب من حوالي 8 مليون وحده سكنيه. اعتقد ال 8 مليون كافيين نحل مشكله الاسكان في مصر وانخفاض سعر الوحده السكنيه. اللي عايز اقوله لما يكون هناك وحده سكنيه بالسعر البسيط ده هو مش هنسمع شقه بمليون جنيه وشقه ب 500,000. يعني عايز اقول ان الوحدات السكنيه اللي بيطرحها تحالف المقاولين المصريين هي وحده ملكه للشعب المصري وتتماشى مع اليات الشعب المصري وتتماشى مع رب الاسره البسيط الفقير التي يمتلك سوى مرتبه. عمر رب الاسره الراجل اللي معاه 4 اولاد النهارده ما يقدرش يدفع في الوحده 140,000 150,000. احنا زي ما نقول احنا مواطنين او اصحاب شركات استثماريه، ولكن همنا الشاغل هو خدمه هذا الوطن. اما املاك الدوله فكله بيبقى في الظهير الصحراوي. النهارده لو تتذكر معايا من 10 سنين الشيخ زايد يمكن معلوش اقبال، النهارده الشيخ زايد مدينه يمكن مدينه رائعه الجمال عشان عديمه التلوث. اسعار الوحدات بدات في ارتفاع. التجمع الخامس الحكومه ما عندهاش بديل غير الظهير الصحراوي والمدن الجديده اللي هي بنطالب باستثمار بناء وحدات سكنيه عليها. ويمكن المدن الجديده دي هي يمكن بتفتح زي ما يكون القاهره بتفتح اونا لعدم الكثافه السكانيه بيها. احنا بنعرض وحدات على الطوب الاحمر، بنعرض وحدات نص تشطيب، بنعرض وحدات متشطبه، وده اللي هنعلنه ان شاء الله في المؤتمر يوم 20/10 اللي بيحضروا عديد من الشخصيات العامه وعديد من الشخصيات العربيه اللي هتكون معانا. عايزين بكالوريوس هندسه مع مدني وعماره، بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسيه، بكالوريوس اداره اعمال، بكالوريوس تجاره، بكالوريوس نظم ومعلومات اداريه، علوم الحاسب الالي، ليسانس حقوق، ليسانس اداب تربيه، انجليزي فرنساوي جغرافيا تاريخ، معاهد الحاسبات، معهد السكرتاريه، دبلوم فني صناعه تجاري، معهد فني، طلاب الجامعات ودبلوم الزراعه. بالنسبه للعماله الفنيه بنطلب عمال نجاره مسلح، عمال حداد مسلح، عمال كهرباء سائقين، عمال حداده ابواب وشبابيك، عمال نجاره وابواب وشبابيك، ويمكن عمال سباكه، عمال افراد امن، ومشرفين مواقع وملاحظين، وعمال محاره، وعمال رخام توريد وتركيب. عايزين كمان نطلب من الشركات الكبرى الانضمام الى التحالف اللي هي بتصنع الحديد، وشركات الاسمنت المصريه اللي تحب تنضم للتحالف احنا بنرحب بيها. وشركات المقاولات يا مرحى اي شركه مقاول عايزه تنضم للتحالف بناخد منها البطاقه الضريبيه السجل التجاري و4 صور شخصيتين ويبقى عضو فعال على ارض الواقع. ولما الدوله بتخصصنا مساحات الاراضي بنوزعها على التحالف على اعضاء التحالفات المنضمه للتحالف. والله احنا عايزين نوصل صوتنا للسيد رئيس الجمهوريه مشكورا، عايزين نقول له ان احنا الان في ثوره عمل. اذا كنت حضرتك طلبتنا ان احنا نكون لينا دور فعال، فانا ومعي عديد من شركات المقاولات طالبين مقابله شخصيه لتخصيص مساحات الاراضي وبدء العمل فورا.